اوعى تشيل هم. ملقين كل همكم عليه وهو يعتني بكم. خلي بالكم تحت كل مليون خط احيانا اقول لرب نشيل همي وراح واخد حته شايلها انا، مش واثق في الله، مش واثق فيه. خلي بالكم الله يعطينا على قدر الثقه فيه. بتثق في ربنا قد ايه؟ نحن نملك الله بقدر ما نتركه ان يملكنا. الله له فيك قد ايه؟ خلي بالكم. فاكرين سمعان الدباغ؟ فاكرين؟ ربنا يقول لا تشتهي يا سمعان، حاضر يا رب. لا تنظر يا سمعان، حاضر يا رب. لا تخطئ يا سمعان، حاضر يا رب. انقل الجبل يا رب، حاضر يا سمعان. خلي بالكم الله يعطينا على قدر ثقتنا فيه. تثق فيه قد ايه؟ تستريح له قد ايه؟ بتسلم حياتك له قد ايه؟ سلمنا فصرنا نحمى. في تسليم باطل زي يهوذا مع المسيح بالشك، مضمونه بعيد، قاعد عند الفلوس، قاعد عند التراب، قاعد عند الطين. طب ما انت مسلم حياتك لربنا، شكل بس، تسليم باطل. في تسليم مزيف. شمشون كان مدي شعره لله وقلبه لدليلة. هل ده تسليم؟ على قدر تسليمنا لله، على قدر اهتمامه بنا، على قدر تسليمنا لله، على قدر. اوعى تهتم. نقول له القصة عندك، الموضوع معاك، القضية بتاعتك، انا خاضع لك وخاضع لفكرك بس. 1 مفيش حزن، 2 انت قوي، 3 اوعى تشيل هم. اديله هو. عشان كده بيقول ارجعوا الي ارجع اليكم. اوعى تشيل هم. ادي كل همك لربنا. قول يا رب القضية بتاعتك، الموضوع بتاعك، وانا خاضع وفرحان لفكرك. انا خاضع، هو بيدينا على قدر ما نثق فيه. فاكرين داوود النبي لما راح للرجل الجبار القوي، كان معاه ايه؟ مقلاع وطوبة، وايه تاني؟ مقلاع وطوب. دول معانا احنا، التالتة معاه هو بس مش معانا. واسم رب الجنود. احنا شاطرين النهار كله المقلاع والطوبة بس. عشان كده احنا خايفين ومرعوبين ومش بنغلب. قال له انت تأتي بسيف ورمح، انا جايب اسم رب الجنود. ترى نحن نمتلك اسم رب الجنود؟ معانا اسم رب الجنود؟ محتاجين اسم رب الجنود. كان في مرة واحد عنده قصر كبير فيه اوض، يجي 20-30 اوضه. فلقى حد بيخبط عليه بالليل. مين بيخبط؟ قال انا يسوع الناصري. معقول؟ ايه ده؟ اتفضل يا رب، اتفضل الاوضه بتاعتك وراح قفل عليه ومشي. الساعه 5 الصبح الشيطان بيخبط عليه، مسكه، فضل يضرب فيه. صبح الرجل الصبح بيقول لربنا يا رب يسوع المسيح انت هنا والشيطان بهدلني بالليل. قال له يا ابني انت قلت لي خليك في الاوضه دي. قال له خلاص خد الاوضه الثانيه اللي جنبيها. الشيطان الساعه 5 الصبح جاء فضل يضرب فيه لما طحن. راح مجاوب السيد المسيح بيقول له يا سيدي يسوع المسيح انت هنا والشيطان تعبني. قال له يا ابني انت قلت لي خليك في الاوضتين دول. قال له خد البيت كله. الشيطان ما جاش. يا ترى المسيح ليه فيك قد ايه؟ واخد اوضه ولا واخد قلبك ولا واخد كورنر؟ واخد قد ايه فيك؟ ليه فيك قد ايه؟ خلي المسيح يستلم الدنيا كلها عشان يقدر يدافع عنك، عشان تعيش في سلام، عشان ما يبقاش في هم بحياتك. سلموا حياتك كامله. خلي بالكم الله يعطينا على قدر امانتنا. كل ما نكون امنا يدينا، ارجعوا الي ارجع اليكم. ارجع لصورتك الاولى التي خلقك عليها، الصوره الجميله، صوره ربنا. عارفين كيف ترجع لنا صوره ربنا؟ عارفين لما نقعد معاه شويه بس، لما نقعد مع ربنا شويه. احنا مش عاطين انفسنا فرصه نقعد معاه يرسم ملامحه فينا. مفيش وقت. انا قاعد على النت لغايه 5 الصبح، انا قاعد على التلفزيون لغايه 3 الفجر، انا قاعد احكي في التليفون لغايه 7 الصبح، انا قاعد ايه ده؟ طب ربنا؟ لا، مفيش وقت. ما عنديش وقت لربنا. كيف يطبع ملامحه فيك وهو مش شايفك؟ فاكرين
موسى النبي فاكرين قعد مع ربنا قد ايه؟ 40 يوم. نزل بين اسرائيل مش قادرين يبصوا له، مش قادرين يشوفوه. عندما رأوا وجه الله فيه أطاعوه، مش وراه في القفر، مش وراه في الأرض الصخرة، ما طلبوش منه تأمين لحياتهم. شاف ربنا فيه. ادوا أنفسكم فرصة لله يطبع ملامحه فيكم فيروا أعمالكم الصالحة يمجدون أباكم الذي في السماوات. واحد ارجعوا إلي أرجع إليكم. ربنا يعني كده بالبلدي كده بيقول ارجعوا إلي عشان تفرحوا، ارجعوا إلي تعود لكم قوتكم، ارجعوا إلي ترجعوا للبساطة اللي أنا خلقتكم عليها، ارجعوا إلي تفرحوا. أنا خلقتكم تكونوا في وضع أفضل وأجمل وأحسن من كده. ارجعوا إلي أرجع إليكم. خلي بالكم لماذا نرجع إلى الله؟ ليه نرجع ليه؟ واحد تخيلوا بعض الأخطاء بتاعتنا الفظيعة. عايزنا يقول كده الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. ما يدفعني إلى التوبة حلاوة ربنا. داود كده يقول له إيه؟ من مثلك، من يشبهك في الآلهة، من يشبهك يا رب، يتعجبون منك. أنت حلو قوي، أنت جميل. ده اللي يشجعني للعودة. خلي بالكم لو ربنا ما يقبلش الخطاة ما كناش رجعنا. الشيء الوحيد المشجع للعودة للرجوع حب الله وقبول الله للخاطي. ارجعوا إلي أرجع إليكم، ارجعوا إلي أرجع إليكم. ما يدفعني، ما يشجعني، ما يلزمني بالعودة إلى الله حب الله ليا. خلي بالك مهما كانت كمية خطاياك، مهما كانت نوعية خطاياك شرور قبيحة، مهما كانت كيفية السقوط بشوق واجتهاد ارتكبت، كمية، نوعية، كيفية سقوط، هو ده الأهم، هو ده الأبدية، هو ده المطلوب، هو ده الحقيقي، هو ده الباقي. هتموت. الحياة كبخار. بيقولوا كده عن الحياة واحنا أطفال نلهو بها ما نحسش بيها، ونحن شباب لا نراه. العمر واحنا صغيرين بنلعب بيه، واحنا شباب ما بنشوفوش. عندما ندرك قيمته لا نجده. عندما تعرف قيمة العمر، معنى العمر، ما تلاقيهوش. كل ثانية مهمة في حياتك، كل ثانية مهمة في حياتك. خلي بالك أقوم الآن وأذهب إلى أبي. النهاردة مش بكرة، مفيش بكرة، مفيش بكرة. ما تأجلش. فاكرين الجاهلات؟ مكتوب عن الجاهلات وأخيرا. أنتوا كنتوا فين أولا؟ كنتوا بتعملوا إيه؟ كنتوا عند مين؟ أخيرا. طب لا، الباب اتقفل. مشكلة لما الباب اتقفل، مشكلة. اوعى الباب يتقفل وانت بره، اوعى يصرخ الله في وجهك قد أغلق الباب. اوعى اوعى. كنتوا فين يا جاهلات؟ ما انتوا عارفين الباب هيتقفل واي وقت، والنهارده قبل بكره. العمر مش مضمون. فاكرين شمشون لما راح عند دليلة؟ كان قوي وقاعد يضيع في الوقت. تقول له الفلسطينيين عليك يا شمشون، يقوم قوي ويقعد مكانه، يقوم ينتصروا مكانه. مناخ سيء، أرض غير جيدة، تربة غير صالحة. عندما سكن فيها مات في أرض غربته، واتبهدل واتهان في معبد داجون، جعلوك حيوان عشان اتأخر. أقوم الآن وأذهب إلى أبي. مفيش وقت. الموت مش هيستنانا، الموت مش هينتظرنا. اوعى تأجل توبتك. قوم بسرعة. يا ناس في الجحيم النهاردة، يا ايه اللي جابنا هنا؟ ويقعد يحسب خطاياه يلاقيها صغيرة لا تتناسب مع كم العقوبة الفظيع. عقوبة صعبة ومش هتخلص، فيشعر ان خطاياه كانت تافهة، خطاياه كانت قليلة. ايه اللي جابك هنا يا ابن المسيح؟ يا اللي مات المسيح من أجلك، يا اللي اتهان واتبهدل عشان خاطرك، لماذا لم تستفد بتعبه وبموته عنك؟ ارجعوا إلي أرجع إليكم يقول الرب.